أهلا بحضراتكم من جديد. قمة أخرى منتظرة في الكلاسيكو الأسباني عندما يلعب ريال مدريد أمام برشلونة تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة في الكلاسيكو الأسباني يوم الأحد 26 من شهر أكتوبر. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول المثير والغني بالأهداف والمميز ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في ديربي عاصمة الأسبانية، هدفين لمثلهما. محمد أبو تريكة، يوسف شيبو، أهلا بكم مرة أخرى. شوط فيه كل شيء. الشوط الواحد غسل عينيه من الدوري الانجليزي. دي الاسبان يعلموكوا الكره تلعب ازاي. كله ولا بتحفظات كله بيلعب على نقاط قوته. نقاط قوه اتلتيكو مدريد، جوليانو سيميوني ناحيه اليمين، كرات عرضيه اللي مميزين فيها عنده نورماندو الهدف الاول، ما فيش تحفظات ولا في جس نبض وكله بيلعب عليه كره هجوميه. نيجي الريال مدريد اللي سجل الهدف بتاعه في توقيت الفريق مش كويس فيه، انما هي دي الخبرات الموجوده والجوده الموجوده والمهاره الموجوده. تمريره اردا جولير مع تحرك كيليان اللي اسرع من اللعيبه ال 22 الموجودين في الملعب وعنده امكانيات كبيره. وبعد كده استمر بقى من الهجمات المرتده السريعه والمساحات الكتيره قوي ما بين الخطوط ما بين اتلتيكو مدريد وخط وسط وخط الدفاع. فينيسيوس قال لهم تعالوا رايحين فين، وشاف وباص مع اردا جولير اللي بيقدم شوط كبير قوي، صنع وسجل. فمباراه مفتوحه فيها المساحات وفيها كل واحد بيلعب على نقاط قوته. تمركز سيد من هاوسن او كاريراس وكرات عرضيه مع سولس. فشوط الواحد غسل فيه عينيه، 4 أهداف، كره هجوميه. الكره بتتلعب ازاي؟ نيجي للعك بتاع الدوري الانجليزي. نعم. هنا مشاهدينا الاعزاء، تقدم لكريستال بالاس في شوط المباراه الاول بعد ان انهى شوطه الاول متقدما ب1-0، والمباراه المستمره على قنوات بي ان سبورتس والذي بدا الشوط الثاني. وبالمقابل ايضا هناك نعود للمتعه التي حضرت في شوط المباراه الاول مع يوسف شيبو، هدفين لمثلهما. لو سالتكم قبل المباراه اكيد حتقولوا لي ان المباراه بتكون مثيره وقويه وساخنه وفيها اهداف، ولكن ليست بهذه الطريقه. هو شوط ممتع شاهدنا فيه تقريبا المباراه كانت مقسمه. 20 دقيقه الاولى اتلتيكو مدريد قدم 20 دقيقه مميزه جدا في عمليه الضغط، في عمليه خلق محاولات، يسجل هدف وكان عنده تقريبا فرصتين كان ممكن يسجل الهدف الثاني. لكن في بعد الدقيقه 20 يعني الدقيقه 25 هدف لفريق ريال مدريد، استغلال المساحه دائما وسرعه لاعب امبابي. شوف الهدف، هو دائما لاعب بين الخطوط، هذه ميزه لاعب اردا جولر، وهذا هو اللي خدم اردا جولر دائما يلعب بهذه الطريقه. خروج امبابي عن الرقابه ثم اللعب من اللمسه الواحده خلى المدافعين ان المدافع لما تبعوا المدافع اصبحت المساحه. والذكي انه اردا جولر دائما ذكي يلعب بكره، يعني الباص التمريره في المساحه، ويعرف ان سرعه مبابي سريع، وانه ممكن انه يعني بسرعته ممكن يسبق كل المدافعين وسجل هدف تعادل، هدف جاء في توقيت مهم جدا. بعد ذلك كانت هناك سيطره للفريق ريال مدريد تقريبا 22 دقيقه الى غايه الدقيقه 45 عندما اتى هدف التعادل. فينيسيوس في الجهه اليسرى كذلك مميز وشاهدناه. اللي ما عجبنيش اكثر هو بيلينغهام اللي تكلمنا عليه. بيلينغهام الوحيد اللي يحتاج الى وقت، صعب انك لاعب بعد غياب تقريبا 4 أشهر. أنا سألتك كابتن، عفوا أنا سألتك هل أنت مع مشاركة بيلينغهام بشكل أساسي؟ قلت لي لا قلت لا، لأنه مباراة بدنية يا طارق. مع نادي آخر ممكن، لكن مع أتلتيكو مدريد تحتاج للاعب يكون جاهز على المستوى البدني 100%. هو مش جاهز 100%. هو أدواره اللي مختلفة. أدواره هو تشاوميني أول ما بيبقى يخسروا الكرة يروح راجع مع لعيبة المدافعين ويخلي فالفيردي وبيلينغهام في عمق الملعب، فسايبين الأطراف. مشكلة الأطراف مع الاثنين ناحية كاريراس، مستقصدين كاريراس. يعني المفروض هو يكون المفروض أنا شوف أن فينيسيوس هو لاعب اليوم، هو مبابي كراسي حرب، هو لاعب من أردا جولر الجهة اليمنى، وبيلينغهام المفروض بيلينغهام هو اللي يخرج أكثر مع باريوس ويساعد أكثر لاعب كاريرا. وشيء آخر أن كل كرات الهوائية كلها ياخذها سورلوت، يعني هناك مشكل عند خصوصا هودسون في الكرات الهوائيه، دائما كورتين كان ممكن انه يسجل فيهم هدف. وشاهدنا كذلك الهدف في الضربات الركنيه، دائما اللاعبي فريق اتلتيكو هم السباقين. يجب الاحتياط كما قلت، دائما الكرات العرضيه تكون من ناصيه فريق اتلتيكو. نعم. نحن بانتظار انطلاق شوط المباراة الثاني وبشكل كبير جدا نتابع بالتأكيد ما هي الإثارة التي ستكون حاضرة في شوط آخر بعد فاصل قصير. ابقوا معنا. كان هذا كاسيميرو مشاهدينا الأعزاء الغائب عن هذه المباراة بسبب الانتقال الدوري الإنجليزي، لكن شكرا يا كابتن على الإجابة بشكل مبكر.
شكرا جزيلا يا كابتن. بس ريال مدريد محتاج واحد زي كازاميرو النهارده. ليه؟ اليوم. لانه مشكلته عنده في نص الملعب. حته انه تشاوميني ينزل اول ما يفقدوا الكوره ما بين ميليتاو وهاوسن بيفضي نص الملعب ويخلي بيلينجهام مع فالفيردي كده، فالاطراف تبقى مكشوفه. عشان كده اتلتيكو مدريد بيستخدم الكرات العرضيه كويس ناحيه اليمين والكرات العرضيه ناحيه الشمال كويس، فعشان كده في خطوره. هاوسن وكاريرس الاثنين تحس انه مخضوضين بالمتروبوليتان، فعشان كده الاتلتيكو متارجت ناحيه كاريرس، معظم اللعب ناحيه كاريرس، والكرات العرضيه اللي هم بيبقوا فيها مميزين مع عدم تركيز هاوسن بعض الاحيان تبقى مشاكل دفاعيه. فمشكله ريال مدريد في اول 45 دقيقه دفاعيا لازم يبقى فيه تركيز اعلى، الاطراف لازم حمايه اعلى، ونص الملعب ما يبقاش فيه مساحات.